السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة بديل اقتصادي وصحي لقمر الدين. كل اللي هيدوقه مش هيصدق ابدا ان ده اصلا مش معمول بقمر الدين. معظم قمر الدين اللي بيتباع في الاسواق مغشوش ومليان مواد حافظه. النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. عندي نص كيلو من الجزر وعندي كيلو من البرتقان البلدي، ولازم البرتقان يكون بلدي عشان يبقى مزز. هنعصر البرتقان ونسلق الجزر لحد ما يستلق معانا كويس، نضربه في الخلاط بالميه بتاعته. بعد ما هنضربه كده في الخلاط هنرجعه بقى في الحله اللي احنا سلقنا فيها. هنحط عصير البرتقان. طبعا كل ده احنا مش مشغلين النار. بعد ما هنحط عصير البرتقان هضيف 3 معالق كبار من النشا، وهنحط سكر حسب الرغبة. وبس كده نقلب بقى كويس قوي قبل ما نرفعهم على النار عشان النشا ما يتكتلش معانا. انا هنا قلبته كويس كده بمضرب، وبعد كده رفعته على النار وتفضلي بقى تقلبي فيه ايدك فيه عشان ما يكلكعش منك. رفعناه على النار وايدك فيه لحد ما يتقل معاكي. واخر حاجة هنضيفها ظرف الفانيليا. وبس كده، اظن مفيش اسهل وابسط من كده. وقلبي بقى كويس وبعد كده صبي بقى في الاطباق. كل اللي هيدوقه مش هيصدق ابدا ان هو مش معمول بقمر الدين، ان هو معمول بجزر وبرتقان. طريقة صحية واقتصادية. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم، وشكرا ليكم.